السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي على اليوتيوب سارة كويزين. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. اليوم جبت لكم واحد الوصفة تاع السفنج ولا الخفاف اللي اذا جربتوها راح تولوا معتمدينها وراح تولوا بروفيسيونال فيها. قبل ما نبداو الفيديو ما تنساوش ديروا لي جيم وتبارطاجوها، واذا ماشي مشتركين في قناتي اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل وصفاتي، وتبعوا معايا طريقة التحضير. الحاجة الاولى عندي 2 كيسان ونص تاع الماء لازم يكون دافي، مغرفة كبيرة تاع السكر ومغرفة كبيرة تاع خميرة الخبز و3 كيسان ممسوحين تاع الفرينة لازم تكون مغربلة. ندير بالبغا ميكسور مليح، نخلطها بالبرا هكا كيما درت انايا. لازم حتى يولي لي القوام تاع العجينه هذاك لازم كامل يتخلط كيف كيف. ومن بعد نزيد نجيب الكاس الرابع ندخلو في هذاك الخليط ونبدا نخبط كيما راني ندير هكا بيدي. نزيد الكاس الخامس تاني، نزيد ندير تاني الكاس الخامس، ونزيد نعاود نفس العمليه تاع نخبط بيدي، باسكو هذا هو السر اللي راح يخليه يجي من الداخل خفيف وما يجيكمش معجن. ومن بعد نزيد نص كاس، يعني المجموع كامل عندي 5 كيسان ونص تاع فرينة. هنايا كملت كامل الفرينة هذيك 5 كيسان ونص. ومن بعد لمتها كيزت هذاك النص لمتها، غطيتها بكيس بلاستيكي ودرت طرشونة تانيك من الفوق باش تخمر لي تمتم، وخليتها تخمر المرة الأولى. كي تخمر المرة الأولى نحو هذاك الكيس بلاستيكي، ومن بعد نزيد نخبطها شوية، نهبط هذاك الخمر ونزيد نخبطها. انا خبطتها واحد 2 دقايق هكاك، ومن بعد نزيد نعاود نغطيها نخليها تخمر دوزيام فوا. شوفوا كي خمرت دوزيام فوا كيفاش راهي تبان، راهي كي نخلط بيدي راهي تبان بلي خفيفه من الداخل. بعد نجيب البلا هدايا، ندير فيه الزيت ونديرهم كامل كويرات كيف كيف، لازم يكونوا كامل كيف كيف باش يجوكم كامل الحبات كيف كيف. تقبتها هكا في الوسط، وكنت تانيك سخنت المقله. وشوفوا القليان دوك نقول لكم الطريقه اللي تقلوا بها الخفاف. ديروا مقله فيها غير شويه برك تاع الزيت باش تقلوا فيها، ديروها غير باش تنفخ لكم. وديروا كيما درت انايا كسرونه، انا درت كسرونه عمرتها مليح بالزيت خليتها سخنت. وشوفوا راني ندير ونقلب بهذاك العود الخشبي، ولا تقدروا تانيك بالمغرف، رايحه تتنفخ معاكم. يعني ما اذا درتو بالمغرف ولا درتو بالاخر كيف كيف. درتها في هذيك المقله ومن بعد عاود قلبتها في الكسرونه، وشوفوا كيفاش تنفخت يعني في الكسرونه. هذه هي. ومن بعد زدت تاني كملت، شوفوا راني نرفد نتقبها في الوسط. شوفوا سيو تقبوها وخلوها ترتاح شويه باش كي ترفدوها الحبه ما تجيكمش صغيره ما تكمش لكمش، يعني فتحوها في البلا هذاك وخلوها باش كي ترفدوها الزيت تفتح هكا معاكم وتجيكم الحبه كبيره وشابه. شوفوا هنايا راني نرمي عليها بالمغرف، مام كي رميت بالمغرف هاي ليك تنفخت. دوكا كي نزيد نرميها في الزيت هذاك تاع الكسرونه راح تزيد ثاني تتنفخ. وهاي ليك هاكا. من بعد اقلبو خلوها طيب من تحت، ومن بعد اقلبوها عادي. انا باش ما تتحرقوش ولا سيو خدموا بزوج يدين. وشوفوا كيفاش تجي هاي باينه بلي خفيفه تجي بزاف هايله. شوفوا خليت العجينه هذيك ريحت في البلا هذا قعدت مليح. بعدها تقبتها في الوسط ودرتها في المقله، عاود جوزتها ثانيك في الكسرونه هذيك تاع الزيت. شوفوا النار لازم ما تكونش قويه، النار لازم دايما كي طيبوا الخفاف باش يطيب لكم من داخل لازم ما تكونش قويه، لازم تنقصوا لها. مع الاول سخنوا الزيت ديالكم مليح، ومن بعدها نقصوا كامل الفرن باش يطيب لكم من داخل ويتنفخ تاني. باسكو اذا شعلتوها قويه راح يطيب لكم من برا، يتحمر لكم من برا وما راحش يتنفخ وما راحش تاني يجيكم خفيف، ما راحش يطيب كامل من داخل. هذا هو السر تاعو تاع طياب، لازم الفرن لازم يكون خفيف ماشي بزاف.
وهنايا قليت كامل هذاك السفنج. جاوني واحد 10 حبات هكاك. شوفوا كيفاش يجي، سيد تانيك ما من الخفاف، محبيتش نتقبو في الوسط، وجا بزاف خفيف، ما من الداخل ما يجيش معجن. هذه هي الوصفة تاعنا اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم، ان شاء الله تجربوها تاني وتخلوا لي رايكم.